تمكن المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم من تحقيق فوز معنوي على حساب منافسة السوري بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس الأحد على ملعب الشارقة بدولة الإمارات. ويدين للهدف الوحيد الذي سجله الخضر لمتوسط ميدان نادي شباب الوزداد حسام الدين مريزيق الذي وقع هدفا عند الدقيقة 71 بتسديدة صاروخية باغت بها حارس منتخب سوريا. هذا وسيخوض أشبال المدرب مجيد مباراة ودية ثانية أمام منتخب سيراليون يوم السبت 19 من نوفمبر على ملعب الفجيرة في حدود الساعة 7 بتوقيت الإمارات. للتذكير، تندرج هذه المباريات ضمن استعداد المنتخب المحلي لخوض نهائيات الشان 2022 والمؤجلة إلى 2023، علما أن الخضر يتواجدون في المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.